بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصتنا لهذا اليوم بعنوان صفات مذمومة. تحكي كتب الأدب أن رجلا استشار خبيرا بأمور النساء بامرأة أراد أن يتزوجها، فقال له ناصحا ومعلما: إياك وكل امرأة مذكرة منكرة، حديدة العرقوب، منتفخة الوريد، كلامها وعيد وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، ليس في قلبها له رأفة ولا عليها منه مخافة، إن دخل خرجت وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت، وإن طلقها كانت حرفته وإن امسكها كانت مصيبته، شفعاء ورهاء، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء، تأكل لما وتوسع ذما، صخوب غضوب، بدية دنية، ليس تطفأ نارها ولا يهدأ إعصارها، ضيقة الباع مهتوكة القناع، صبيها مهزول وبيتها مزبول، إذا حدثت تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، بادية من حجابها نباحة على بابها، تبكي وهي ظالمة وتشهد وهي غائبة، قد دل لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور.